بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. أهلا بحضراتكم. جانا خبر عن عروسة لسه جديد بتناشد الكل إن الكل يقف جنب منها، وبتحكي المأساة بتاعتها بعد شهر واحد من زواجها. منظر الصور اللي قدام حضراتكم ديت لبنوتة صغيرة اسمها مهرائيل عروسة، وهنشوف مع بعض ايه اللي حصل معاها وبتستغيث بينا في ايه. كل ده هنعرفه بالتفصيل في فيديو النهاردة، لكن أمانة في رقبتكم ما تنسوش تعملوا للفيديو ده لايك وشير على أكبر نطاق واسع عشان صوتها يوصل للكل وربنا يتدخل ويتحنن عليها. ولو حابين تسمعوا معجزات وأخبار الكنيسة فما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم إشعار بكل ما تقدموا. أما دلوقتي تعالوا نعرف إيه الحكاية من أولها، لأن السوشيال ميديا كلها مقلوبة على بنت يتيمة اسمها مهرائيل، ويتيمة الأب والأم، عندها حوالي 18 أو 19 سنة، لسه عروسة صغيرة ما بقالهاش شهر في بيت جوزها، ولقيناها بتستغيث. يعني منزلة الصور بتاعتها، جسمها صعب جدا من كتر الضرب والتعذيب اللي جوزها عمله فيها، والمنظر صراحة يعني كل اللي يشوفه تصعب عليه بأمانة. هي باباها ومامتها متوفيين، يعني البنت يتيمة، وحلمت ان هي لما تتجوز هتعيش في بيتها معززة مكرمة مع زوج يعوضها حرمانها من أبوها وأمها. لكن يا عيني هي كانت دي كل أحلامها البسيطة، بشهادة حتى الناس الجيران ليها من وهي بنت عمالين يقولوا ده مهرائيل دي كانت هادية جدا وما نسمعش ليها صوت، بنت مؤدبة خالص، بنت تعرف ربنا، ملهاش في جو البنات بتاع اليومين دولت، لكنها في حالها خالص يعني. فالبنت تقدم لها واحد وتمت الخطوبة، وبعد الخطوبة تم الجواز، وفي خلال شهر واحد من الجواز الأحلام بتاعتها دي كلها راحت على الأرض. في يوم وليلة كده مرة واحدة قامت الصبح مفيش أي حاجة، عملت كل اللي وراها. جه جوزها بالليل حط بلاستر على بقها وفضل ماسك فيها بالسلك الكهرباء وفضل يضرب فيها وقافل بقها علشان ما تصوتش ومحدش يتلم وينقذها من تحت ايده. من الساعة 8 بالليل للساعة 5 الصبح حوالي يجي 8 ساعات عمال يضرب فيها لحد لما ما خلاش حتة في جسمها سليمة. منظر التعذيب ده بدون سبب وبدون اي حاجة. البنت بتستغيث بينا كلنا ان هي ملهاش لا اب ولا ام، بتستغيث ان صوتها يوصل، انه الناس تساعدها بدل ما توصل لمرحلة زي مدام منال اللي حكينا عليها قبل كده. فضلت صبر 20 سنة وعايشة مع جوزها اللي هو شخصيته غير طبيعية، لحد ما في يوم من الأيام طلع عليها وقعد يضربها لحد لما خلاها تموت، يعني ضرب لحد الموت. وأنا بنشد كل واحدة إنه من قبل ما ترتبط تشوف وتعاين بدل المرة 100 مرة على أسلوبه وتعامله مع اللي حوالين منه. اخرجي معاه بدل المرة 100 مرة، فكي بدل الخطوبة 100 خطوبة، لكن ما تتجوزيش إلا صح. يعني اللي بيقولوا ظل حيطة ولا ظل راجل ولا ظل حيطة، لا، خليكي في بيت باباكي معززة مكرمة أفضل مليون مرة ما تتهاني في بيت حد ويبقى اسمك اتجوزتي وانفصلتي. فيعني أنا كل أم حاولي انك انت تشوفي خطيب بنتك ده بيتعامل مع اللي حواليه ازاي، فعصبيته بيوصل لآخر ليفل عنده شكله ايه، بيمد ايده ولا هو عصبيته اخرها ان هو يقول كلام بس وتعليمات وخلاص. اخرجوا بره وشوفوه، ممكن تكون بخيل مثلا ما بيصرفش كتير ولا حاجة، فمن الخروجات هتعرفي. ممكن يقولك احنا ناخدوها مشي، ده المكان قريب ويمشيكي يجي نص ساعة ولا ساعتين. ممكن تبقي خارجة من اول خروجة لاخرها ما يجيبش حتى
اي حاجة تشربيها، ما ديك انت تستحملي كده خير وبركة كملي، ما تستحمليش من اولها لا. ولما يجي يتقدم عريس اسألوا عليه مرة واتنين وتلاتة وكذا حد، اسألوا الجيران، اسألوا المعارف، اسألوا يعني مش هقدر اقول لكم روحوا اسألوا ابونا، لان في بعض الاباء الكهنة مش كلهم، لكن بعض الاباء الكهنة بتقول ان كلهم ولادنا مش هنذم في ولادنا والكلام ده كله. فيعني نبتعد شوية عن الموضوع ان احنا نروح نسأل ابونا عليه، لكن ممكن نسأل اهل البلد، ممكن نسأل الشعب بتاع الكنيسة، هو فلان الفلاني بيجي الكنيسة، هو شخصيته ايه، هو بيتعامل ازاي مع الناس، هو كويس ولا لأ، وتسأله بدل الواحد 100. لكن نوصل للجوازات اللي بالمنظر دي، يعني مدام منال لحد دلوقتي متأثرين لما بشوف بناتها منزلين صورها وان هي قد ايه وحشتهم وقد ايه كانت ملاك على الارض، ليه يوصل بيها الحال ان هي تنتقل بسبب عنف زوجها ليها لمدة 20 سنة وهي ساكتة؟ اهي بقى النهاردة اللي مش راضية تسكت هي مهرائيل، ما استحملتش، قالت لما هو مرة واحدة عمل فيا كده بدون اي سبب، ما في يوم من الايام ممكن يجي ويخلص عليا، وده حقها فعلا. فهي بتطالب ان كلنا نقف جنب منها، واي حد بيفهم في القانون والقضاء يشوف ايه اللي ممكن اجراءات تاخدها ويتواصلوا معاها ويقفوا جنب منها. وانا اتمنى ان مهرائيل تروح الكنيسة بتاعتها وتكلم الاب الكاهن بتاعها وتقول له الموضوع 1 2 3، ويشوف الشخص ده زوجها عمل فيها كده ليه، يعني ايه السبب. انا مهما كان السبب مفيش اي سبب يحلل ليه ان هو يعمل كده في مراته، ولو اني اشك ان هي تكون عملت اي حاجة، يعني لسه عروسة بقالها شهر وكله بيقول عليها هادية وملهاش في اي مشاكل، ما اعتقدش ان هي ممكن تكون عملت اي حاجة غلط. بس اعتقد بقى هو في دماغه حاجة بقى، بيشرب حاجة، ما اعرفش صراحة، الله اعلم. لكن اتمنى ان هي تلجأ للكنيسة تشوف ايه الاجراءات اللي الكنيسة هتقول لها تاخدها. حتى كان قبل كده سمعت أنبا بولا اللي مسؤول عن المجلس اللي هو مسؤول عن الحالات الطلاق وحالات الانفصال والكلام ده كله، بيقول ما لما يجيلك يا ابونا واحدة زي كده ما تقولها الصليب واستحمليه وصلي من أجله، هتخليها ترجع البيت تاني لحد ما يضربها يموتها، هتشيل انت ذنبها وذنب عيالها. فلما تجيلك واحدة بالمنظر ده ما تقولها صليبك واستحمليه، شوف الإجراءات اللي المفروض تتاخد وخدها. ربنا معاك يا مهرائيل، بركة العذراء تمد إيديها وتحللك أمورك كده على أفضل حل. واتمنى من كل البنات إن هم يتمهلوا جدا في الاختيار، ويعني لو واحد مشى هيجي غيره، لكن أهم حاجة ربنا يبعت لك ابن صالح من ايده كده، ابن ربنا يرعى ربنا فيكم، وربنا يفرح كل البنات فرح كده من ايد ربنا، مش فرح والسلام نفرح 2 3 وبعد كده يحصل الحاجات اللي بنشوفها. واتمنى من ربنا انه ما نشوفش حالات زي كده تاني، وكلنا نصلي من اجل مهرائيل ربنا معاها ويسندها ويدبر امور حياتها. بكده نكونوا وصلنا لنهاية فيديو النهاردة، ومستنية أراكم في التعليقات إيه الحلول اللي ممكن هي تعملها عشان توصل لبر الأمان، وهقرا كل التعليقات. ربنا يبارك حياتكم، واذكروني دايما في صلواتكم. أشوفكم بإذن يسوع في فيديو جديد ومعجزة وأخبار جديدة من قناتكم